countable and uncountable noun، الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة، يعني اللي بقدر أعدها 1 2 3 4 دي الأسماء المعدودة، لكن الأسماء الغير معدودة ما أقدرش أعدها. تعال نشوف مع بعض زي countable noun. الأسماء المعدودة دي منها مفرد وفي منها جمع. طيب المفرد بيجي معاه وآن. طيب امتى هختار ما بين وآن؟ آن بتيجي مع الحروف المتحركة اللي هما E I O U. الخمسة اللي قدامي دول هختار معاهم آن، غير كده هختار طيب تعال نشوف المثالين دول. I read a book، أنا قريت كتاب واحد. هنا I see an elephant، أنا رأيت فيل. elephant بتبدأ بحرف الإي فهنختار لها book، حرف البي هنختار لها طيب نيجي بقى للجمع. لما أقول I see 3 cats، أنا رأيت 3 قطط. طيب هنا كات قطة هنحط لها اس عشان تبقى جمع. طيب في حالات للجمع تعال نشوف. لو كان الاسم آخره اس أو اس اتش أو سي اتش أو اكس دي هحط لها اي اس زي بوكس بوكسز. طيب لو كان الفعل آخره او هنا فيها حالتين، ممكن احط لها اي اس وممكن احط لها اس بس، زي توميتو احط لها اي اس بجد توميتوز، بوتيتو بوتيتوز. لكن هنا بيانو لا هجمعها احط لها اس بس بيانو. طيب لو كان اخر الاسم واي وجاب ليها حرف ساكن هشيل الواي واحط اي اس زي بيبي بيبيز. طيب في كلمات ملهاش جمع زي كلمة فيش وشيب، اعرفها ازاي ان في الجملة دي مفرد او جمع؟ هحط كلمة فيش بجد سمكة واحدة، فيش بس هتبقى سمك. نيجي للنوع الثاني هو الانكاونتبل ناون، الاسماء الغير معدودة، ودي زي ووتر مية، تي شاي، ميت لحمة. الحاجات دي ما اقدرش اعدها. رايس ما اقدرش امسك رز 1 2 3 لا دي بالكميات. طيب اعرف ازاي ان الكميات دي عايز اعبر عنها بانها كتيره؟ فهختار احط لها كلمه some بعض، much الكثير، a lot of الكثير من. لما اقول can you give me some information يعني ممكن تديني بعض المعلومات، هنا ما اقدرش اعد المعلومات فهختار لها كلمه some بعض. طيب هنا how much rice do you want، كم كميه الرز اللي انت محتاجها؟ هنا ما اقدرش اقول له كم عدد الرز، لا هنا كم كميه الرز. طيب في كلمات الجمع بتاعها مختلف خالص زي man من، رجل رجال، women women.